السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين. يلا بينا نجهز شوية مخلل مشكل كده علشان رمضان. ايه رأيكم في شكل المخلل ده؟ جهزت المخلل المشكل ده بكل سهولة. طعمه وريحته رهيبة، بينافس الجاهز بجد، والصورة بتتكلم مش محتاج كلام. يلا بينا نسمي الله ونبدأ على طول نشوف عملناه ازاي. جبت الأول الخضار اللي أنا هخلله وغسلته كويس ونشفته، خيار وجزر وفلفل، وكمان كان عندي نص ثمرة كرنبيط. خدتها وغسلتها كويس وقطعتها شجيرات صغيرة. أما الليمون طبعا غالي، مش هنعرف نخلل الليمون بالسعر اللي موجود بيه دلوقتي، فاستخدمت الليمون الكبير اللي هو القضاليا في المخلل. جبت 3 وحدات وغسلتهم كويس وعصرتهم، خدت عصيرهم الأول وسلقتهم لمدة 5 دقايق وصفيتهم، سبتهم لحد لما هديوا خالص. بعد كده قطعتهم ترانشات صغيرة عشان طبعا بيبقى جلده ناشف. ضفتهم على الخضار بتاعنا، وكمان زودت فصين توم قطعتهم رفيع، بيدي المخلل طعم تاني خالص. قلبت كل الخضار كله على بعضه. بعد كده هجهز المحلول، بس للاسف المقطع اللي صورت فيه تجهيز المحلول اتمسح، بس انا هقول لكم بالظبط عملت ايه. اول حاجه خدت عصير الليمون قبل ما اسلقه، وزودت عليه ربع كوبايه من الخل، وربع كوبايه من زيت الزيتون، 4 معالق كبار من الملح، ومعلقه صغيره من السكر، معلقه صغيره كركم، معلقه هريسه شطه، وكمان زودت حبة بركة وعصفر. قلبت كل الخليط ده كويس وما اضفتش مية نهائي. وبعد كده نزلت بالمحلول على الخضار وقلبته. اول ما بنضيف المحلول على الخضار خلاص مش هنستخدم ايدنا خالص. كل اللي هنستخدمه بقى كبشة او مغرفة او اي حاجة نظيفة. البرطمانات بتاعتنا تكون مغسولة ومتعقمة. طيب بنعقم البرطمانات ازاي؟ بنغسلها كويس وننشفها ومررها كده على عين البوتاجاز، وبعد كده احط فيها ربع كوباية من الخل وارجها في جوه البرطمانات، واخد الخل ده انزله، وابتدي بقى بمغرفة اعبي كل الخضار بتاعنا. الخضار المشكل هيديني كمية وفيرة من المخلل المشكل زي الجاهز بالظبط، وهتبقى ريحته رهيبة. وانصحكم بعد كده دايما المخلل اعملوه مشكل، ما تعملوش كل نوع لوحده، بياخد من طعم بعض ويبقى شكله مشهي جدا حقيقي، يفتح النفس كأنه جاهز. يعني لو هتقدميه لاي حد مش هيصدق انك انت عاملاه في البيت. عبينا البرطمانات، وهنحط بقى المحلول الزيادة اللي معانا في العلبة، هنوزعه كده على البرطمانات، ومش هنحط سائل، مش هنحط مية يعني، وتكون الأغطية بتاعتهم محكمة الغلق. وبعد كده هنعمل خطوة مهمة لمدة 5 أيام. هنقلب البرطمانات دي مرة على الغطا ومرة على القاعدة، يعني هنشقلبها كده لمدة 5 أيام. كل ما تخش المطبخ اعملي الحركة دي مرتين في اليوم، مرة الصبح كده ومرة بالليل. هتلاقي الخضار نزل المية الطبيعية اللي فيه، إلى جانب طبعا المحلول اللي احنا جهزناه، كله هيندمج ببعضه. ودي النتيجة بعد 5 أيام. تفتحي بقى وتقدمي منه، وطبعا هتاخدي بماسك أو بأي معلقة علشان نحافظ عليه ما يفسدش مننا. وبس كده عملنا احلى مخلل باحلى طريقه وبابسط طريقه. لازم تجربوه، تكتبوا لي رايكم، وكل سنه وانتم طيبين.